باجيب الملوخية الناشفة كده زي ما انتم شايفينها، وانزل عليها بمية ساقعة متلجة او شوربة متلجة عادي، بس انا حطيت مية. وانزل كده بحاجة بسيطة من ملح الليمون علشان ما تسودش معايا، واسيبها كده 10 دقايق او ربع ساعة زي ما انتم شايفينها كده في المية او الشوربة الساقعة. معايا بصل مبشور وطماطم مبشورة على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. انا بشرت بصلاية كده ودبلتها في الزيت، ونزلت عليها بثلاث حبات طماطم مبشورين، وبعد ما الطماطم استوت نزلت عليها بالشوربة. شايفين الملوخيه بقى بعد 10 دقايق عملت ازاي؟ ساعه الشوربه بتاعتي ما تغلي بنزل بالبهارات بتاعتي، فلفل والسبع بهارات وملح. وانزل بقى بعد ما بتغلي بنزل كده بالملوخيه زي ما انتم شايفين كده. وجنبي بقى بكون انا عملت الفص التوم، حمرت الفص التوم زي ما انتم شايفين، بعد ما بيصفر بنزل عليه بالكزبره الناشفه، وبنزل على الملوخيه. وبصراحه احلى شويه ملوخيه ناشفه ممكن تاكليها بالطريقه ديت. جربي الطريقه ديت ومش هتندمي صدقيني.